الله الله الله. اهلا وسهلا بحضراتكم على طول. سيدي، نفسي اشوف النبي في المنام صلى الله عليه افضل الصلاه والسلام. نفسي اكحل عيني برؤيته حتى في المنام. اللهم اكرمنا بذلك في خير ولطف وعافيه، ولا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا. بدايه حصول مثل هذه العطيه الربانيه من الطلب، ان صح الطلب من القلب والالتجاء الى الله في طلب ذلك انفتح الباب. هناك 4 خصال مجربه كثيرا ما اذكرها لمن يسال، كان الاشياخ يذكرونها، ان هناك 4 خصال من اكثر منها او قل ادمنها اكرم برؤيا النبي صلى الله عليه وسلم لا محاله. اكتب. نعم. الأولى كثرة الصلاة عليه، كل واحد منا ورد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الورد هو 100 مرة. الإكثار من الصلاة عليه. نعم. يقول الإمام الحافظ السخاوي صاحب القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع، يقول أن أقل الإكثار من الصلاة على النبي 300 مرة في اليوم والليلة، وأنت في المترو وأنت في السيارة وأنت اشتغل بالصلاة على النبي. هذا كلمة إكثار، الإكثار. نعم. عشان يكون الإنسان مكثر. هذا أقل الإكثار كما قال الإمام الحافظ السخاوي. نعم. ورويت عن عدد من الحفاظ. فأول شيء كثرة الصلاة عليه، والصلاة عليه يعني بحب. اللهم صل عليه، اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم بحب يا رب صلي عليه. فكثرة الصلاة عليه. الثانية التعظيم لسنته، لا أقول فقط فعل السنة، بعض الناس يكتفي بظاهر فعل السنة فقط، وهذا شيء جيد وحسن، لكن يفعلها بتعظيم. لما يقال لك النبي أكل وشرب باليمين، احرص على ذلك، ليس على سبيل العادة. استشعر أن تأكل وتشرب، أنا أكل وأشرب على هيئة حبيبي، فأنت مع حبيبك حتى وأن تأكل وتشرب. نعم. لما نقول للناس ادخل البيت باليمين واخرج باليسار، ادخل الحمام ادخلها باليسار واخرج باليمين، صار بعض الناس يستهزئون يقولوا الدين مش قدم رجل وأخر رجل. نقول ما فهمتموها، أو سامحونا، ربما نحن المشايخ ما شرحناها لكم بطريقة حسنة أو صحيحة. لا، القضية ليست رجل تتقدم ورجل تتأخر، القضية ارتباط قلبي عند الدخول والخروج. أنا عندما أدخل البيت خلاص كذا على العادة سأدخل، ومشاكل خارج البيت التي كانت خارج البيت سأدخلها معي لأنه لم يحصل فصل. نعم. داخل متضايق، دخلت على البيت قلبت البيت نكد. لكن لما تأتي عند دخول البيت تتوقف لحظة، تتذكر أن حبيبك كان له أدب في دخول البيت ودخل باليمين، تدخل أنت مع حبيبك إلى البيت في معية المتابعة، تقول بسم الله، تلقي السلام على أهل بيتك، تأتي بدعاء الدخول. هذا معنى التقديم اليمين واليسار. نعم. خرجت من البيت تخرج باليسار، تستشعر أنا على هيئة متابعة. فتعظيم السنة، والسنة ليست فقط في اللباس والهيئة أو في اليمين واليسار، السنة في التعاملات. كان صلى الله عليه وسلم إذا ضحك لا يحب القهقه الكثيرة طول الوقت، لكن كثير التبسم، ما كان غضوبا عبوسا. بعض الناس يظن تجده لطيف وحبوب كما يقولون، يعني خفيف دم وروحه مريحة، مجرد ما يتدين يقطب وجهه يتأزم كأنه خلاص يعني يعزق كما يقولون عندكم. لا، من قال أن التدين هكذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر الناس حملا لهموم الأمة، ومع ذلك في سنته كان لا يطوي عن أحد بشرة، كان أكثر الناس تبسما في وجوه أصحابه. هذا منهجه، لا يطوي عن أحد. شوف كلام مطلقا، لا يطوي عن أحد بشرة، هذا الأصل فيه صلى الله عليه وسلم. لا يطوي عن أحد بشاشة وجهه. نعم. يعني لا يعبس في وجه أحد. نعم. يعني لا يقلب وجهه على وجه أحد إلا كان بقدر الدواء، الحاجة ضرورية ثم يعود إلى حاله. فإذا التعظيم لسنته، قلنا الأولى كثرة الصلاة عليه. نعم. الثانية التعظيم لسنته، أخلاقه في معاملاته من سنته. التعظيم لسنته، أعيش حياة مع سيدنا النبي في كل شؤون حياتي، وكل شؤون الحياة مرتبطة بسيدنا النبي، هذه الآداب. كثرة الصلاة عليه، التعظيم لسنته، الخدمة لأمته، أن تعيش ولك تفكير في خدمة غيرك، لا تعيش أنانيا. لما تشعر أحد محتاج لك، سيدنا النبي كيف كان يتعامل مع المحتاج؟ لما تحتاج أنت لأحد، ما تكون أنت هذه بس على قدر حاجتك تحسن ثم تسيء. كيف كان يتعامل مع الناس عندما يحوجه الله إلى التعامل معهم صلى الله عليه وسلم تشريعا. الخدمة لأمته، وأمته مش بس المسلمين. نعم. هو نبي العالمين، رسول الله إلى العالمين، وما أرسلناك إلى رحمة للعالمين. فكل من على الأرض اليوم هم من أمته، بمعنى أمة الدعوة، بمعنى أن تحسن في التعامل مع الكل. يعني خدمة أمته. الخصلة الرابعة حمل هم دعوته. يعني إيش حمل هم دعوته؟ أنا لما أحب أحد وأشعر أن شيء يهمه، يعني يفرحه أو يهنه، طبعا، وإلا فين الحب؟ صحيح. أنا هساعدك، أنا هنقل لك يعني أي يعني إذا أنا أحبك
بيكون عندي إحساس بما يشغلك، وبكل ما ازداد حبي لك كلما ازداد ألا يؤلمك وفرحي لما يفرحك. ترى ما الذي يفرح النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ ما الشيء الذي كان هم النبي قائم عليه؟ في 4 خصال: كثرة الصلاة عليه، نعم، التعظيم لسنته، الحمل لهم دعوته، الخدمة لأمته. هذه 4 الخصال من أدمنهن فضل الله واسع سيكرمه الله. يعينك على ذلك كثرة القراءة في السيرة والشمائل والخصائص. 3 أنواع من الكتب: سيرة معروفة، سيرة بن هشام وغيرها، نعم. الشمائل الأوصاف الخلقية والخلقية، الخصائص بما ميز الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عليه أفضل الصلاة. الله يملأ قلوبنا بمحبته إن شاء الله يا رب آمين. نعم. اللهم صل وسلم أيوة. وبارك عليه. أعيد ال4 الخصال لأنه حصل عندي خلط بين خصلتين: كثرة الصلاة عليه، نعم، التعظيم لسنته، التعلق بحضرته، هذه ما قلتها، نعم، الخدمة لأمته. الهم حق الدعوة داخل في الخدمة في الأمة. نعم. كثرة الصلاة عليه، هذه ال4 الخصال: كثرة الصلاة عليه، التعلق بحضرته، التعلق، قوة التعلق، الحب، التشوق، التلهف، أنا يا رب عاوز أشوفه، أريد أن أراه يا رب، أكرمني به. نعم. التعلق بحضرته، التعظيم لسنته، الخدمة لأمته. عليه أفضل الصلاة والسلام. بشكر حضرتك جدا. بشكركم، ما تنسوش تكتروا من الصلاة على النبي. اللهم وهي صوابع كل ما معوز سبحة يعني 300 يعني مسألة مش كتير. احنا بنضيع وقت في المواصلات كتير قوي في كل وقت، وعندنا وقت كتير نصلي عليه ونسلم كثيرا. يا رب يزوركم جميعا